عيد يعني ميك اب، يلا بقى نعمل اللوك اللي هيخليكي زي القمر وسهل وشيك ومش هتاخدي فيه وقت خالص. اول حاجه ابتديت بلون ترانزيشن كولر، وهو اللون اللحمي. ابتديت احطه على الجفن كله بفلافي بروش تكون كبيره كده ومنفوشه، وابتديت اوزع واعمل بلند كويس قوي على جفن العيون. انا مش هستخدم الوان كتير، انا هستخدم 3 الوان في اللوك ده، والثلاث الوان هيكونوا لونهم هادي قوي، وكمان هيخلوكي زي القمر في العيد ويناسبوا معاكي في اي خروجه. تاني حاجه استخدمت اللون اللي هو اغمق شويه على كافيه ده، وابتديت اصغر البروش وابتديت احطه على الجفن المتحرك كله، واعمل حركات دائريه مع اللون اللي انا حطيته في الاول بالشكل ده. وابتديت اعمل حركات دائريه زي ما انتوا شايفين، وببتدي اجيب اول بروش انا استخدمتها في الميك اب وبعمل بلند للاطراف علشان ما يكونش فيه اي فاصل بين الطرف بين اللون ده واللون ده. دلوقتي بقى استخدمت بنسل بروش اللي هي صغيره خالص، واخدت اللون الكافيه الغامق قوي ده. هبتدي اغمق الكورنر معايا بتاع العيون. شايفين انا ببتدي ازود اللون واحده واحده وببتدي ابلند لجوه. واستخدمت نفس البروش اللي انا استخدمتها الكبيره شويه اللي هي البلندنج بروش، وابتديت اموه بس الاطراف زي ما انتوا شايفين بالشكل كده عشان بس اغمق معايا الطرف بتاع العيون. ادى سحبه للعيون شكلها حلو قوي وجذابه وكمان خطيره. دلوقتي بقى استخدمت البنسل لاينر ده لونه بني. انا دلوقتي هبتدي اعمل الايلاينر. شايفين انا مبطئه ومش مسرعه وانا برسم الايلاينر علشان تتعلمي ازاي ترسميه. ببتدي اخد خط واسحب من نص الخط اللي انا اخدته خط ادخله لجوه العيون، وببتدي املأ الفراغات بكل سهوله، وببتدي اسحب بقى الخط بتاعي لحد الزاويه بتاعه العيون من قدام. انا عملته باللون البني. دلوقتي بقى استخدمت برضو نفس البنسل بروش واخدت، خدي اي لون اي شادو اسود عندك وابتدي املي اللون البني ده باللون الاسود. الطريقه دي هتخليكي اول حاجه تعملي الايلاينر شكله حلو ويطلع معاكي مظبوط، واللون كمان يطلع سواده غامق قوي، بيبقى شكله احلى من انك لما بتعملي الايلاينر على طول بالشكل ده. ببتدي اعمل زي تمويهه بسيطه بالبنسل بروش. ودلوقتي اخدت اللون الجولد ده شمر شويه وحطيته تحت الحاجب علشان كمان هينور تحت الحاجب وهيبقى شكله حلو قوي. دلوقتي بقى استخدمت البروش بتاعت الحواجب وعملت الكورنر بتاع العيون. التركايه بقى هنا فين؟ ايه بقى الجديد؟ ان انا هدخل الكحل الاسود في نص العيون الاولاني ونص العيون من الطرف، وهسيب الحته اللي في النص فاضيه هحط لها كحل بيج زي ما انتوا شايفين. الحركه دي بتوسع العين وبتخليها خطيره، وحبيت اعملها لكم كحاجه جديده بمناسبه العيد. وبس كده. بعد ما عملت حطيت الكحل البيج، ابتديت امشي باللون الاي شادو الاسود تحت الكحل اللي انا حطيته البيج علشان يوسع لي العيون. شايفين العيون شكلها مختلف وحلو ازاي؟ دلوقتي بقى ابتديت اركب الرموش، والرموش بتاعتي خفيفه خالص، وانتي كمان ممكن تكتفي بالماسكارا. وما تنسيش تعملي الحركه دي وانتي بتركبي الرموش، هتفرق معاكي قوي. وكمان دلوقتي بعمل الكونتور بتاع النوز، ودلوقتي بعمل الكونتور بتاع الخدود، وكمان بطلع شوية على الجبهة وبحط البلاشر. واوعى تنسي الإضاءة في العيد عشان هي دي اللي هتخلي وشك جلوي وشكله حلو. وكمان بحط ما بين الحاجب. وبس كده، ده يكون الفاينل لوك. حبيت اعمل لكم ميك اب بسيط وسيمبل وفي نفس الوقت فيه تركايه مختلفه علشان العيد. يا رب يكون الميك اب عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. هستنى رايكم تحت في الكومنت، وكل سنه وانتم طيبين. باي.